النهارده هنعمل مع بعض من كوبايتين دقيق هنعمل العظمه دي كلها. كوبايه سمنه واحده بس هتطلع لنا الحلويات بتاعه العيد دي، نواعم العيد. بدأنا في سلسله العيد، اول حاجه بدأنا بيها هي الغريبه، ناعمه وبتدوب في البق، بس على طريقتي انا، بتكايه من عندي. يلا بينا على طول من غير ما اطول عليكم. لو انتوا اول مره تشوفوني اعملوا اشتراك في القناه ودوسوا على زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ويلا نبدأ بسم الله ونقول مقاديرنا على طول. ما نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ونسمي بسم الله. عشان نعمل الغريبه بتاعتنا محتاجين كوبايه بس، ما تبقاش مليانه كده من السمنه بالشكل اللي انت شايفاه ده. بتعيريها الاول، بعد كده بتدخليها التلاجة. تمام. ولو الكوبايه هنا ما عيرتها ما ملتهاش في السمنه، يبقى مش هملاها في الدقيق. تمام. معايا نص كوبايه سكر ضرباه ناعم يعني بودر. لو عايزه تجيبيه جاهز بتجيبيه، بتلاقيه عند العطار. معايا هنا كوبايتين دقيق لجميع الاستخدامات بالشكل اللي انت شايفاه ده، بيبقى البروتين بتاعه ضعيف. ومعايا هنا فانيليا ومعايا ذرة ملح. طيب، برضو في الدقيق لما اجي اعاير الدقيق الكوبايه برضو تكون بنفس العلو ده. تمام. اما لو انا مليتها ممسوحه، برضو في الدقيق هملاها ممسوحه. طيب، الفانيليا الغريبه بتاعتنا، في ناس بتحبها دايبة خالص، وفي ناس بتحبها فيها سنة يعني ايه، يعني قرشة شوية كده، بحيث انك لما وبتبقى دايبة طبعا، بس لما تيجي تاكليها ما تلكش في السنان. تمام. خلينا بالعامية كده وبالبلدي. السبب في ده الحاجة اللي انا هقولك تحطيها. الحاجة هي ايه؟ مش هقولك عليها دلوقتي، هقولك عليها في اخر الفيديو. تمام. يبقى الغريبة بتاعتنا مقاديرها: كوبايتين دقيق، كوباية سمنة، نص كوباية سكر. الدقيق نصه سمنة نصه سكر. طيب، يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. نجيب البولة بتاعتنا، هنركن الدقيق ده بس شوية كده على جنب. هننزل ننزل السمنة بتاعتنا بالسباتولا كده. السمنة بتاعتي سخنتها الأول وعايرت الكوباية بتاعتي، وبعد كده دخلتها التلاجة. تمام. طيب هنزلها كده كلها. يا جماعة، في حد يسألني يقول لي الغريبة بتتعمل بالزبدة؟ هقول له لا. بالزيت برضو لا. الغريبة سمنة. هنزل عليها بنص كوباية السكر. بسم الله. ابتدي اقلب كده. بسم الله. على فكرة الاسباتولا هتقضي الغرض، ما تقلقيش. بصي بدأت تبقى كريم معايا. هفضل اضرب لما السمنة دي تبقى كريمي. لو انت حابه تضربيها بالمضرب السلك تضربيها، لو انت حابه تضربيها بالمضرب الكهرباء برضو بتضربيها. انا عندي مضرب كهرباء فانا مضطره اضرب بيها عشان انا ايدي وجعاني. تمام. اهالينا زمان كانوا بيحطوها في طبق واسع كده ويفضلوا يدعكوا فيها لما تبيض وتدي قوام كريم. تمام. انا هعملها معاكم بالمضرب زي ما اتفقنا، هضربها بالمضرب الكهرباء وهرجع لكم تاني. بص حبايبي، هنا في اول الفيديو قلت لكم في مكون لو انا حطيته هيخلي لي الغريبه دي ناعمه، وفي نفس الوقت يعني ما بتلكش في البق. هي ايه؟ هي بياض بيضه، والسر ده من اختك. هتعملي الغريبه تحفه. عليها ذره ملح كده، وهنزل بالبياض البيضه ده على خليط الزبده السمنه مع السكر. تمام. هرجع تاني اضرب بالمضرب، وكل شوية كده انزل الحراف عشان بيبقى فيها سمنة مع سكر مش مضروبين. تمام. لو انتي حابة ان الغريبة بتاعتك تبقى دايبة خالص وناعمة بزيادة، بتشيلي بياض البيضة. الحبايب اللي بيحبوا الحاجة ناعمة جدا، بس انا بحب الغريبة ماسكة نفسها.
لو انت وصلت معايا لحد هنا صلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، واشتركي في القناة واعملي لايك وكومنت حلو لحبيبتك في الله. بصي كده برجع كل شوية اقلب كده وارجع اضرب. هبتدي دلوقتي اشيل المضرب. ارجع اديها تقليبتين كده بالسباتولا. بسم الله ما شاء الله. بص اللون كريمي تحفة. هرجع تاني اقولك لو انتي حابة القريبة بتاعتك تكون ناعمة جدا ويعني بلدي بتاعنا كده بتلزق في السنان، بتشيلي بياض البيضة. اما لو انتي بتحبيها زيي وتحبي الواحد ياكل 3 و4 و10 كمان، بتحط لها بياض البيضة. تمام. بجيب عندي هنا الدقيق، كوبايتين الدقيق. طبعا ما ننساش ان احنا حطينا هنا بياض البيضة، عليها معلقة صغيرة فانيليا، وعليها رشة ملح اللي هي بتاعت الحلويات. هنزل بالدقيق كده بالراحة. بسم الله. ما بعجنش، بقلب بس. ما بنزلش بالدقيق مرة واحدة، بنزل بيه واحدة واحدة. بصي تاني. انا عامله كميه قليله عشان اللي حابب يعمل مقدار قليل وعايز يجرب في الاول. تمام. بس المقدار ده ما تقلقيش هيبقى جميل وتحفه. ومقاديره بالشعره اهي. حط ايدي كده بصي بتلزق. طبعا لسه معايا دقيق، هنزل برضو حبه. بياض البيضه تاني فايدته ايه معايا؟ بيخليلي الغريبايه قوامها ناعم وبيدوب في نفس الوقت ماسك نفسه. تمام. بيخليلي برضو الغريبايه ما تفرش. يعني بياض البيضه ده بينفع في ان الغريبه ما بتفرش. نزل كده اللي على سباتولا. بصي الغريبايه ماسكه نفسها. عندي كميه دقيق لسه، هبتدي احطهم وهشوف برضو معايا شلت كام. حوالي ربع كوبايه دقيق. طبعا الدقيق بيختلف من مكان للتاني او من نوع لاخر، فايه بنزل بيه بالراحه. بس كده. الغريبة بتاعتي مسكت نفسها، مش محتاجة حاجة تاني خالص. بصي بسم الله ما شاء الله، ما بتلزقش، تحفة. بصي بصي ما بتشققش معايا. طيب انا كده مش هحط حبة الدقيق دول. بصي اكورها كده، ادوس كده، مش هتشقق، ناعمة جدا. عندي صاج دهناه بالزيت بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهرص فيه الغريبة بتاعتي. هبتدي اجيب قطعة من الغريبة بالشكل اللي انت شايفاه ده. انا عايزاها صغيرة على قد حجم البق، يعني مش عايزة الغريباية اقطع منها حتة واتنين، لا انا عايزة احطها كده على طول في بقي. بعملها كده بصي ما شاء الله، واحطها هنا وارص كله مرة واحدة. وبعد كده التزيينة اللي انت حابة تزيني بيه بتزيني بيه. انا هزين بفول سوداني، حابة تزيني بالخرز اللي هو بيتباع عند الحلواني براحتك. تمام اهي. بسم الله ما شاء الله. هعمل معاكي واحد تاني.
بصي كده. ودي شكل الغريبة بعد ما رصيناها في الصاج وزيناها بالفول السوداني. قادرة تزينيها بالخرز اللي هو الفضي ده او الذهبي على قد امكانياتك. تمام. عندي الفرن شغال بيسخن على درجة حرارة 180. هحط الرف في النص، اشغل من تحت بس، بتقعد من 10 ل 12 دقيقة، وحسب اللون اللي انت بتحبيه بتطلعيها. انا بحبها واخدة لون احمر من تحت ومن فوق، يعني زي سوا حلو كده. اما لو انتي عايزاها تبقى دايبة خالص بتطلعيها لونها ابيض فاتح. وهوريكم شكلها في الاخر عامل ازاي. بصوا بقى يا حبايبي، ودي الغريبة بتاعتنا اول ما طلعت من الفرن. مفيش واحدة شققت. بصوا الجمال، تحفة فنية. مستنياها بس تبرد وتهدى وبعد كده هنقدمها مع بعض. بصوا خطيرة، عايزة اقول لكم الريحة حكاية. دي شكل الغريبة بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن واستنيناها تبرد. بصوا الجمال، تحفة ما شاء الله، حكاية. بصي بصي من جوه عاملة ازاي. عايزة اوريكي دلوقتي بتدوب ازاي، ناعمة ازاي. بصي خطيرة. وقلتلك درجة النعومة انت اللي بتتحكمي فيها. حباها تكون دايبة خالص يا دوب تقعد صبعك فيها كده تعلم براحتك، ما تحطيش فيها بياض البيض. اما لو بتحبيها زي حلوة كده ومفرولة وفي نفس الوقت برضو ناعمة ودايبة، يبقى تحطي فيها بياض البيض. ما تنسيش تجربيها على طريقتي، وما تنسيناش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك منا كل جديد. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبألف هنا وشفا.